متجوزه؟ ايوه. وعندك ولاد؟ ايوه. يا بختهم بيكي والله انا بجد والله انت ست جميله قوي، يعني فيكي كل حاجه، ارتست وفيلوسوفر وبتعملي الحاجه من قلبك. فيا ريت يعني احنا اتعلمنا من حاجات كتير النهارده، والبرودكت بتاعك كمان الكواليتي كويسه تحفه، والاحساس عندها عالي. يعني لما حست انه يعني انا مش عايزه كده، عايزه حاجه ثانيه وقويه قادره تاخد قرارات. حلوه في الاستوديو كده. المستثمر أيمن عباس لخص معنى الأنوثة الحقيقية في جمل بسيطة. تعالي شوفي من منظور رجل حقيقي ايه هي الأنوثة، الرجالة بيحسوا بالأنوثة ازاي، علشان تعرفي معنى الأنوثة في عين الراجل. مي الغندور صاحبة مشروع بيت السعد لصناعة النجف الهاند ميد، بمجرد ما دخلت الاستوديو أضافت بهجة على المكان كله. كل الشاركس ملامحهم اتغيرت، ابتسموا أول ما دخلت. الأنوثة طاقة بتوصل لكل الموجودين حتى لو ما تكلمتيش، حتى لو ما عملتيش أي حاجة، بمجرد دخولك بتوصل لكل الموجودين. مي الغندور هي نموذج للأنوثة الواعية، أنوثة هادية عميقة. حتى وهي بتقدم الهدايا للمستثمرين اختارت لكل واحد منهم هدية على حسب اهتمامه. تفصيلة بسيطة لكن معناها كبير جدا، لأن الأنثى الحقيقية ما بتقدمش بس هدية، هي بتقدم اهتمام. وده جوهر الأنوثة، الإبداع والإحساس بالآخر، إنك تكوني سبب راحة للي حواليكي، تضيفي روحك في الشيء اللي بتعمليه، فتتحول التفاصيل الصغيرة لحضور جميل. الأنوثة مش حالة مؤقتة ولا أسلوب متصنع، هي وعي وطاقة بتبدأ من تفكيرك ومن احترامك لنفسك ومن صدقك في العطاء. الأنثى دايما مبدعة في بيتها، في شغلها، في مجتمعها، هي اللي تصنع حالة سلام، مش اللي بتبقى حريصة على إنها تلفت الانتباه، لكن اللي بتسيب أثر. الحقيقة كلام المستثمر أيمن عباس يدرس فعلا. الأنوثة الحقيقية مش بتتقال، الأنوثة بتتعاش. تحياتي لكل أنثى حريصة إن هي تعيش أنوثتها الحقيقية.